يسعد مساكم، كيفكم صبايا؟ دايما بندور على أنجح وأبسط طريقة نعملها ب5 دقايق تطلع معنا عجينة قطنية وهشة ولا أطيب من هيك. كاس من الحليب الدافي مع كاس من المي الدافية، معلقتين من الخميرة الفورية ومعلقتين من السكر. دايما لما نحكي خميرة لازم نحط معاها سكر لأنه هو اللي بيساعدها إنها تتكاثر وتتفاعل. بغطيهم بخليهم 10 دقايق على جنب. شوفوا، راح استخدم هاي الفنجين الصغيرة، حطيت هون فنجان من اللبن ومعلقة من الخل ونص كوب من الزيت النباتي. من ناحية الطحين راح نستخدم تقريبا من 5 ل6 أكواب، يعني ممكن 5.5 ل6 أكواب. نزلت تقريبا أكثر من نص الكمية، وبنضيف هون كمان معلقة صغيرة من الملح. هسا أحكي لكم شغلة بالنسبة للخل، يعني ما تستغنوا عنه بالعجينة، لأنه أول شي طعمه ما راح يظهر أبدا بالمخبوزات، يعني أي نوع عجينة بتعملي ما راح يظهر أبدا. وكمان من الأشياء اللي قرأتها عن الخل إنه هو بتفاعل مع صودا الخبز، يعني المادة الموجودة بالطحين، ومن أثر التفاعل ببلش يظهر عنا غاز ثاني أكسيد الكربون. فوقت التخمير بتلاقي العجينة إذا ضفت عليها الخل بكون حجمها متضاعف أكثر من إنك تضيفي بس الخميرة لحالها. كمية الخل تقريبا 10 جرامات، يعني معلقة كبيرة. كثير منكم راح يجربوا هالعجينة وراح تدعوا لي عليها. طبعا اعجنيها زي أي عجينة بتعمليها بالعادة. طبعا عجنتها أنا كثير منيح، يعني ضليت أعجن فيها تقريبا أكثر من ربع ساعة وأنا بعجن فيها. يعني أكيد ممكن تحطيها بالعجانة أو ممكن تعجنيها بس 5 دقايق، بس العجن بيعطيكي أكثر طراوة للعجينة بعد التخمير. حتى اللبن مع العجينة ما تستغنى عنه، بيعطي طراوة غير شكل للعجينة. وبس بغطيها بخليها ترتاح مدة ساعة تقريبا. إذا كانت الدنيا شتوية بتركها ساعة، إذا كانت الدنيا صيف بكفيها ساعة لربع تقريبا. أهم إشي حطيها بمكان دافي. بتحسيها مختلفة تماما عن أي عجينة عملتيها من قبل، خصوصا بعد ما تخبزيها وتشوفي كيف طعمها. طبعا بفرغ منها الهواء بس بدون ما أعجنها أبدا، وبستخدمها مباشرة لأي نوع فطائر أنا حابيتها. عملت بيتزا الخضار والهوت دوغ، طلعت ما شاء الله غير شكل. طعم العجينة وقرشتها من تحت جد إنها مرتبة كثير. هالطريقة ما بستغنى عنها وبعملها أسبوعيا لكافة أنواع المعجنات. ممكن كمان تستخدموها للبيتزا. كثير منكم راح يجربوها. ابعثوا لي تجربتكم على صفحتي على الفيس، وما تنسوا تشتركوا بالقناة. كانت معكم روان من قناة موهبتي، ومع السلامة.